بلاك بانثر واكاندا فوريفر. بيبدأ الفيلم بالأميرة تشوري وهي بتحاول تلاقي طريقة تعالج بيها أخوها بلاك بانثر، لكن للأسف بتناديها أمها راموندا واللي بتقول لها إن أخوها مات، وبتتأثر جدا تشوري بالخبر ده وبتكون مش مصدقة إن بلاك بانثر مات. وبيقرروا إنهم يعملوا كل مراسم الجنازة لبلاك بانثر واللي بيكون فيها كل أهل واكاندا اللي بيتابعوا التابوت واللي بيطلع قدامهم لحد ما بيكون جوه المركبة الخاصة بيه. وبعد مرور سنة كاملة بيكون في اجتماع في الأمم المتحدة في مدينة جنيف في سويسرا، وبيكون الكلام عن إن دولة واكاندا فشلت في منع انتشار فابرانيوم، وده معدن نادر جدا وممكن يدمر العالم لو تم استخدامه بشكل غلط. وبيكون في معمل خاص بواكاندا بيعملوا فيه أبحاث عن معدن الفايبرانيوم جوه دولة مالي. وأثناء انشغال الباحثين جوه مركز الأبحاث ده بيهجم عليهم مجموعة جنود عاوزين ياخدوا المادة دي من المركز، لكن بيتفاجئوا برد قوي جدا من المقاتلين الموجودين هناك واللي بيدوهم درس عمرهم ما بينسوه. ومش بتكتفي راموندا ملكة واكاندا بالرد ده، لكن بتجيب الأسرى من الجنود اللي هاجموا المركز وبتعرضهم على الحضور جوه مبنى الأمم المتحدة. وبيكون في المحيط الأطلسي في نفس الوقت ناس بتدور على حاجة تحت البحر، ومنزلين ناس بتدور على حاجة غريبة، وتقريبا بيكونوا بيدوروا على الفايبرانيوم. لكن اللي بيحصل بيكون غريب شوية، لأن الأنوار اللي تحت البحر كلها بتنطفي، والاتنين الغواصين واحد منهم بيختفي والتانية بيجيلها هلاوس، وبتكون الهلاوس كتير تحت المية وبيتقطع الإرسال ما بينهم وبين السفينة الأم. وبيحصل حاجة أغرب، وهي إن كل العمال اللي على ظهر السفينة بيرموا نفسهم في البحر، وتقريبا بيكونوا تحت تأثير التنويم المغناطيسي. وبترجع ملكة واكاندا للمملكة بتاعتها وبتتكلم مع بنتها الأميرة شوري، واللي بتكون مشغولة قوي بأبحاث علمية كتير بتشتغل عليها. وبتسألها راموندا على عشبة قلبية كانت بتشتغل عليها شوري عشان تنقذ أخوها تشالا اللي مات وما بتعرفش تنفذ الاختراع ده. وبتقرر راموندا إنها تاخد شوري وبيروحوا المكان بعيد جوه المملكة عشان بيكونوا هما الاتنين زعلانين عشان عدى على وفاة تشالا أكتر من سنة. وبتكون شوري متضايقة جدا وجواها غضب شديد، وبتقول لراموندا إنها زعلانة جدا ونفسها تحارب العالم كله عشان تقدر تجيب حق أخوها تشالا. لكن وهما بيتكلموا بيقرب منهم حد غريب على المملكة وبيكونوا مش عارفينه، ولما بيهددوا إنهم هيموتوه بيقولهم إن اسمه نايمور وده ملك مملكة تالوكان. ولما بيسألوه عن سبب وجوده هنا بيقولهم إن في بنت من المملكة بتاعتهم بتصنع أداة للكشف عن الفايبرانيوم، وإن ده خطر كبير على المملكة بتاعته ولازم هم يمسكوها ويوقفوا الاكتشاف ده لأنه هيكون خطر على الكل. وبيقرروا إنهم يدوروا على البنت دي ويرجعوها للمملكة مرة تانية. وفعلا بيكون العميل روس بيلعب رياضة الصبح وعنده حماس كتير قوي لحد ما بيلاقي حشرة بتطير قريب منه، ولما بيحاول يبعدها ما بتبعدش، فبيعرف انها دليل لحاجة وبيمشي وراها. وبيلاقي قدامه شوري واكوكا قائد جيش واكاندا اللي بيطلبوا منه انه يساعدهم عشان يوصلوا للبنت اللي صممت أداة الكشف عن الفايبرانيوم. فبيرد عليهم ان امريكا محتاجة الابتكار ده جدا، بس البنت اللي بتصممه لسه ما خلصتهوش. وبيعرفوا ان المخترعة دي بنت وبيوصلوا ليها وبتكون طالبة في جامعة كامبريدج، وبيتكلموا معاها وبتعرف ان اللي بيكلمها الاميرة شوري، وبتقول لهم انها هتنفذ كلامهم بعد ما بتكون قلقانة من اللي بيحصل. وبتوديهم فعلا على المختبر الصغير اللي بتشتغل فيه، وبيلاقوا هناك بدلة شكلها غريب جدا بتشتغل عليها المخترعة واللي اسمها ريري عشان تكون بدلة خارقة لأي حد يلبسها. لكن وهم بيتكلموا بيحاصر أفراد الشرطة المكان ده وبيقرروا انهم يهربوا، وبيقسموا نفسهم. أكوكا بتركب عربية وتشوري بتركب موتوسيكل، أما ريري بتلبس البدلة الغريبة وبتطير بيها. وبتحصل مطاردة من الشرطة للتلاتة ريري وأكوكا وشوري
وبتلاحظ ريري ان في طيارة بتتابعهم من فوق وبتطلع وراها وبتنجح انها تضرب الطيارة دي، لكن للأسف الأكسجين عندها بيكون قليل جدا وبتقع بسرعة على الأرض. وبتتفاجئ أكوكا إن في حوت طلع من البحر وبيرمي عليها شوية جنود، وبيدور بينها وبين الجنود دول معركة قوية جدا لحد ما بيرموا عليها قوقعة شكلها غريب، ومن قوتها بتقع أكوكا في البحر. وبيستغل الجنود الفرصة دي وبيقرروا إنهم يخطفوا ريري ومعاها شوري بنت مملكة واكاندا. وبيجي 2 من المحققين، المحققة دي فونتن والمحقق روس، واللي بيعرف من المحققة ان الواكنديين هم السبب في الهجوم على السفينة اللي كانت بتستكشف الفابرينيوم في البحر. واثناء ما هم في الطريق بيجي لروس تليفون وبتسيبه دي فونتن يتكلم براحته، وبيكون اللي بيكلمه هو راموندا، واللي بتقول له يساعدها انهم يلاقوا شوري وريري. وبتقرر في نفس الوقت انها تدور بنفسها على بنتها، وبتروح هايتي وبتقابل واحدة من المملكة بتاعتها بتشتغل هناك واسمها نايا، وبتقول لها على اللي حصل لشوري وبتطلب منها انها تساعدها بأي طريقة عشان تلاقي بنتها. وفعلا بتروح نايا لمكان في المدينة وبتتكلم مع ست عجوزة وبتعرف منها ان اللي خطف شوري هو الملك نايمور ملك مملكة تالوكان، واللي وقتها بيكون بيتكلم مع شوري واللي بتحاول تسأله عن سبب خطفه ليها، وبيحكي لها حكاية صغيرة انه كان من البشر عادي جدا لكن كان في مرض في القبيلة بتاعته، لما بياخدوا مادة للعلاج بتكون مستخرجة من البحر، بس المادة بتحولهم وبيكونوا بيحبوا الحياة في البحر زي السمك. وبيقول الأميرة انه ناوي يوريها مملكة تالوكان وبيلبسها بدلة شكلها غريب شوية، وبتاخد الطريق في البحر لحد ما بتوصل لمكان المملكة، واللي بتكون مملكة مبهرة جدا. وبتكون نايا في الوقت ده وصلت لمكان شوري وبتتصل بالملكة راموندا وبتقول لها ان الحلق اللي لابساه شوري بيدي اشارة انها تحت البحر. وبيتكلم نايمور مع شوري وبيقول لها انه عاوز مساعدة واكاندا كلها، ولما بتسأله طب لو رفضنا فبيهددها انه هيموت العالمة ريري وهيضرب واكاندا كلها وهينهي المملكة دي خالص. بعدها بتقرر راموندا انها تقابل نايمور وبتقوله ان الحكومة الامريكية شاكين ان الواكنديين هم اللي ضربوا السفينة بتاعة الاستكشاف بتاعتهم، وان لو ما سلمهاش العالمة وبنتها شوري هتبلغهم عنه، فبيهددها انها لو عملت كده هيموت العالمة وشوري بنتها وهيهاجم مملكة واكاندا فورا. وبتقدر نايا انها تدخل مملكة تالوكان وتوصل لمكان شوري والعالمة ريري، وبتنجح انها تنقذهم من نايمور وبتخرجهم برا مملكة تالوكان، وبتخرج من المية بيهم وبتكون منتظراهم المركبة بلاك بانتر. وبتطلع شوري وبتقابل امها وبتطمن عليها راموندا وبتسألها هل في حد اذاكي، وبتقول لها شوري ان مفيش اي حد اذاها خالص وانها كويسة. وبتكون اكوكا بتتكلم مع اختها جوه المملكة وفجأة بيلاقي هجوم عنيف جدا من نايمور وجنوده، واللي بيحاول اجور قائد الجيش انه يرد عليه، لكن نايمور بيضربه ضربة قوية جدا بتسكته خالص. وبتحاول شوري انها تهاجم نايمور بالطيارة بتاعتها، لكن هو بينزل في المية وبتكون حركته اسرع وما بتعرفش تصيبه، لكن هو بيكمل وبيروح لحد المكان اللي فيه راموندا ملكة واكاندا ومعاها العالمة ريري، وبيضرب حربة في الحاجز اللي بينهم وبيبعد، وبيروح يجيب احجار بتنفجر وبيرميها ناحية راموندا وبيغرقها هي والعالمة في البحر. وبتحاول شوري ونايا وأكوكا انهم ينقذوهم وفعلا بيقدروا ينقذوا العالمة، لكن للأسف بتموت راموندا ملكة واكاندا، وبتكون شوري حزينة جدا على وداع امها، لكن بتقرر بعدها انها تشتغل على العشبة القلبية بتاعة جينات شالا واللي بتحاول تعمل نسخة منها، وفعلا بتنجح العشبة وبتحفظ جينات شالا. وبتقرر شوري انها تاخد المادة دي وبتروح في حلم بتشوف فيه ابن عمها واللي ليه يد في مشاكل كتير جدا في المملكة، ولما بتفوق بتقولهم اكيد التجربة فشلت، لكن لما بتزق حاجة بايدها بتلاقي عندها قوة غير عادية. وفعلا بتدور معركة قوية بين مملكة تالوكان ومملكة واكاندا،
بتحاول فيها شوري وأكوكا ونايا وريري اللي طورت البدلة الخارقة إنهم يكسبوا المعركة، وبيقدروا فعلا يكسبوا جزء كبير منها. وبتقرر شوري إنها تعمل كمين لنايمور إنه يركب المركبة بتاعة بلاك بانثر، وبتدور معركة قوية بينهم جوه الطيارة الغريبة دي واللي بتتدمر في منطقة فاضية. وبيقدروا يكملوا المعركة في المنطقة دي، وبيقدر نايمور إنه يضرب شوري بحربة قوية، لكن هي بتفتكر كلام راموندا إنها لازم تخلي نايمور يستسلم وما يهاجمش واكاندا أبدا، وفعلا بتهدده لحد ما بيستسلم هو وجيشه بالكامل. وبتخلص واكاندا من هجوم نايمور وبتزرع العشبة القلبية وهي فخورة بالابتكار اللي حققته. وبتصلح العربية بتاعت العالمة ريري وبتودعها وبتشكرها على وقوفها جنب المملكة. في نفس الوقت بيكون روس مقبوض عليه عشان متهم بالتعاون مع مملكة واكاندا، لكن أكوكا قائد الجيش بتعطل العربية اللي هو فيها وبتقدر انها تنقذه من الحبس. وبتروح شوري على البحر في هايتي وهي مليانة ذكريات كتير وحزينة جدا على فقدان تشالا بلاك بانثر، وأمها راموندا ملكة مملكة واكاندا. وبيجي جنبها طفل صغير هو ابن نايا وبيقول لها أنا اسمي تشالا على اسم الملك تشالا أو بلاك بانثر مملكة واكاندا. لو عجبكم الملخص اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم أجدد وأجمد ملخصات عفريت أفلام.